السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعداءهم أجمعين. بدون إطالة، سؤال مباشر: هل الشيعة يعتقدون أن الإمام المهدي عليه السلام في السرداب؟ دعونا نسمع الجواب من الباحث المتخصص في دين الشيعة، الفيلسوف الكبير غريب. يعني من الكتب اللي يعرفها الشيعة الاثنى عشرية، عشان ما يقوليش انا ما اعرفش الراجل ده والراجل ده انا ما شفتوش، فنجيب من الكتب اللي هو يعني يراه. ادي كتاب بحار الانوار، اخواننا الاحبه كما نرى على الشاشه، في الجزء 51 صفحه 101 للمجلس. تمام. تمام. الآن الباحث المتخصص في دين الشيعة سيرد على المتصل سأله: هل الإمام المهدي عليه السلام يعيش في السرداب؟ فجاءه بدليل من كتب الشيعة ومن بحار الأنوار، فماذا يوجد فيه؟ واما الجواب عن قارهم بقاءه في السرداب من غير احد يقوم بطعام وشرابه ففيه جوابان، اولهم بقاء عيسى عليه السلام في السماء الى اخر الكلام ده. كده استاذنا الفاضل كما يظهر على الشاشة من كلام المجلسي عن أن المهدي في السرداب. عندك سؤال تاني؟ أخي العزيز، اتفضل، عندك سؤال تاني؟ أظن جبنا الدليل لا، في قدامك كتاب بالرقم بس. الجزء بالصفحة، صح؟ صحيح، أتيت بالدليل بالجزء والصفحة وقلت للمتصل: هذا كلام المجلس، أليس كذلك يا باحث؟ كما يظهر على الشاشة من كلام المجلسي عن أن المهدي في السرداب. ما شاء الله. إذا يا سني، هذا الباحث المتخصص يدعي أنه أثبت من كتب الشيعة ومن قول العلامة المجلسي أن الإمام المهدي عليه السلام في السرداب. جميل جدا. أنا لن أرد عليه، لا، بل سأترك تلميذ الإنترنت ابن شمس هو من يرد عليه. العموم هذا كتاب كفاية الطالب. دققوا، يستشهد بكتاب كفاية الطالب كي يثبت أن الإمام المهدي عليه السلام في السرداب، وهذا الشخص كعادته يأتي بأي وثيقة وجدها على الإنترنت، ولا يعرف من هو صاحب الكتاب ولا مذهبه ولا أي شيء. وصاحب هذا الكتاب هو الكنجي الشافعي، أحد علماء أهل السقيفة. فماذا قال في كتابه؟ نكمل. صفحة 531 يقول: وأما الجواب في إنكارهم بقاءه في سرداب من غير أحد يقوم بإطعامه وشرابه فمنه جوابان، أحدهما إلى آخر ما هنالك. ما يهمنا إيش الجواب، لكن قضية إنه هذا في كفاية الطالب ويليه أخبار صاحب الزمان، فهم يعني مقرون بأنه موجود. فإذا اختلف علماؤهم في مسألة، أنا ما يهمني خلاف علمائهم، عوامهم يؤمنون بأنه في السرداب. يقول إن عوام الشيعة يعتقدون أنه في السرداب. أنا من عوام الشيعة، هل أعتقد هذا؟ أبدا. وأنا أتحدى الإنس والجن أن يأتوني بشيعي واحد فقط ولو كان مجنون في مستشفى المجانين يقول إن الإمام المهدي عليه السلام يعيش في السرداب. هذا أولا. ثانيا، نرجع إلى الجملة التي قرأها. هل انتبهتم إلى المصيبة أم لم تنتبهوا؟ أليست هذه الجملة التي قرأها من كتاب الكنجي الشافعي؟ الجواب في إنكارهم بقاءه في سرداب من غير أحد يقوم بإطعامه وشرابه فمنه جوابان. هذا الكلام الذي قرأه للكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب هو نفسه الذي قرأه غريب من بحار الأنوار، أليس كذلك؟ وأما الجواب عن قارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعام وشرابه ففيه جوابان. الجواب في إنكارهم بقاءه في سرداب من غير أحد يقوم بإطعامه وشرابه فمنه جوابان. الله أكبر. إذن هذا الكلام ليس للعلامة المجلسي، بل هو كلام أحد علماء السقيفة وهو الكنجي الشافعي، وأنت يا غريب نسبته زورا إلى العلامة المجلسي. كما يظهر على الشاشة من كلام المجلسي عن أن المهدي في السرداب. ألا تستحي تقول هذا كلام العلامة المجلسي وهو في الأصل كلام الكنجي الشافعي أحد علماء الشافعية؟ سيقول سني الآن: هل عندك دليل يا ذو الفقار أن العلامة المجلسي نقل هذا الكلام من كتاب كفاية الطالب الذي استشهد به هذا الجاهل في كتب الشيعة؟ هذا كتاب كفاية الطالب. الآن سنرجع إلى كتاب العلامة المجلسي بحار الأنوار، وسترون أن هذا الكلام هو كلام الكنجي الشافعي أحد علماء الشافعية، وليس كلام المجلسي كما يدعي غريب المدلس الجاهل بكتب الشيعة. فالعلامة المجلسي كما تعلمون نقل في كتابه كل ما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام، حتى مما ورد في كتب أهل السقيفة، لأن كتابه جامع للأحاديث والروايات والنصوص التاريخية. وهذا الكلام الذي وقع في بحار الأنوار إنما نقله العلامة المجلسي عن كتاب كشف الغمة للعلامة الإربيلي، والعلامة الإربيلي بدوره نقله عن كتاب كفاية الطالب للكنجي الشافعي. إليكم الأدلة حتى تتضح لكم الصورة كوضوح الشمس، ولتعلموا أن غريب لا
لا يمتلك من البحث إلا الجهل والتدليس. هذا أمامكم كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي في الجزء 51 صفحة 85. هذه الصفحة وباقي الصفحات أشرف غريب أخفاها عنكم، لأنه يعلم إذا أخرج هذه الصفحة انتهت الشبهة، ولظهر لأتباعه أنه يدلس عليهم. ماذا جاء في هذه الصفحة؟ يقول هنا العلامة المجلسي يقول كشف، يعني نقل من كشف الغمة. يعني كل ما سنقرأه من هذه الصفحات إلى أن نصل إلى الصفحة التي قرأ منها أشرف غريب، كل هذا الكلام من أين نقله العلامة المجلسي؟ نقله من كتاب كشف الغمة. ماذا يوجد في كتاب كشف الغمة؟ يقول العلامة الإربلي صاحب كتاب كشف الغمة: ذكر الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الشافعي في كتابه كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب. ثم يبدأ بسرد الأبواب، يقول باب الأول في ذكر خروجه في آخر الزمان، ثم يبدأ بذكر الأبواب إلى أن يصل إلى الباب العشرون، الباب الثاني والعشرون، الثالث والعشرون، الباب الخامس والعشرون، في الدلالة على كون المهدي حيا باقيا منذ غيبته إلى الآن، إلى أن يقول: وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه ففيه جوابان، أحدهما إلى آخر الكلام. إذن هذا الكلام هو لمن؟ هو لكنجي الشافعي أحد علماء الشافعية. والعلامة المجلسي إنما نقل هذا النص من كتاب كشف الغمة للعلامة الإربلي الشيعي. تعالوا معي الآن لنرجع إلى كتاب كشف الغمة، وسترون المصيبة والمفارقة المضحكة أن الذي سيتولى كشف تدليس أشرف غريب هو خالد الوصابي، وهو يقرأ نفس هذا الكلام الذي نقله العلامة المجلسي عن كتاب كشف الغمة. هذا كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للمحقق الأربلي، جزء 2 ولا 3؟ المجلد الثالث، هذا الذي عندي طبعة دار الأضواء. نعم. يقول: أما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فعنه جوابان، أحدهما بقاء عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه. كما شاهدت نفس الكلام الذي نقله العلامة المجلسي من كتاب كشف الغمة للعلامة الأربلي، والعلامة الأربلي نقله عن كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب للكنجي الشافعي. تعالوا معي الآن نرجع إلى نفس كتاب كشف الغمة ونكشف تلبيس الوصابي الذي هو أيضا أخفى كلام الأربلي وقطعه عن أصله. هذا أمامكم كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للأربلي في الجزء الرابع صفحة 200. يقول: وقد كنت ذكرت في المجلد الأول أن الشيخ أبا عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي عمل كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، وكتاب البيان في أخبار صاحب الزمان، إلى أن يقول العلامة الإربلي الآن: وها أنا أذكر ما يلائم غرض هذا الكتاب من أخبار مولانا المهدي عليه السلام. ثم يبدأ بسرد ما جاء في كتاب كنجي الشافعي، ثم يبدأ بالباب الأول، الباب الأول في ذكر خروجه في آخر الزمان، ثم يذكر كل الأبواب حتى يصل إلى الباب الخامس والعشرون كما شاهدنا في بحار الأنوار، في الدلالة على كون المهدي حيا باقيا منذ غيبته إلى الآن، إلى أن يقول الكنجي الشافعي، لأنه الآن ينقل من كنجي الشافعي، يقول: وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فعنه جوابان، ثم يكمل الكلام. إذن كل هذا الكلام هو لأحد علماء الشافعية وليس لعلماء الشيعة. فالأربلي رحمه الله نقل في كتابه كشف الغمة كلام كنجي الشافعي، ثم جاء العلامة المجلسي فنقل كل ذلك في كتابه بحار الأنوار عن كشف الغمة. هل افتهمت الآن؟ إذن القضية واضحة وضوح الشمس في ربيعة النهار. الآن تعالوا معي نرجع إلى نفس كتاب الشافعي، وسترون أنه نفس كلام الذي نقله العلامة الأربلي في كتابه كشف الغمة، وبدوره نقله العلامة المجلسي. هذا هو الكتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، ويليه البيان في أخبار صاحب الزمان الإمام الحافظ الكنجي الشافعي في صفحة 478. يقول: الباب الأول في ذكر خروجه في آخر الزمان. هذا هو الباب الذي قرأناه في كتاب كشف الغمة، ثم يذكر الأبواب إلى أن يصل إلى الباب الخامس والعشرون، نفس الباب الذي قرأناه في كتاب كشف الغمة في الدلالة على كون المهدي حيا باقيا منذ غيبته إلى الآن، ثم إلى أن يقول في الصفحة 531: وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فعنه جوابان. إذن كل هذا الكلام الذي نقرأه الآن هو لأحد علماء الشافعية وليس أقوال علماء الشيعة، وهذا الكلام هو نفسه الذي نقله ابن شمس. هذا كتاب كفاية الطالب صفحة 531. يقول: وأما الجواب في إنكارهم بقاءه في سرداب من غير أحد يقوم بإطعامه وشرابه فمنه جوابان،
هذا نفس ما قرأته عليكم، وهو نفس ما نقله العلامة الإربيلي في كتابه كشف الغمة، وهو نفسه أيضا ما نقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن كتاب كشف الغمة، وليس من كلام الإربيلي الشيعي ولا من كلام العلامة المجلسي الشيعي كما